بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في تالت سيشن من كورس ال OpenShift Administration. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل انستول لل OpenShift Local وإزاي نشغله على اللابتوب بتاعنا. طيب ال OpenShift Local زي ما احنا قلنا هو نسخة مصغرة من ال OpenShift، تقدر تتيح لنا بيئة افتراضية نشتغل عليها لو developers أو لو حد بيجهز لامتحان. طيب أول حاجة لازم نعملها إن احنا نروح على console.redhat.com ونستخدم الأكاونت بتاعنا إن احنا ندخل على الويب سايت، وممكن تعمل أكاونت فري لو انت معندكش أكاونت. بعد كده هنروح نداونلود السورس بتاع ال CRC. السورس بتاع ال CRC ده ممكن نداونلوده على حسب الاوبريتنج سيستم اللي احنا شغالين بيه، سواء لينكس او ماك او اس او ويندوز. فانا هستخدم هنا في ال environment بتاعتي لينكس. انا شغال بلينكس بريل 9.4، عامل لها انستليشن وبستخدم الفري سبسكريبشن بتاعت ريد هات. تقدر تسيرش على الانترنت ازاي تجيب الفري سبسكريبشن بتاعت ريد هات عشان تستخدم الريل 9. طيب احنا هنحتاج ايه من البيج هنا؟ هنحتاج ان احنا نكون متأكدين ان احنا واقفين على اللوكال، وبعدين هنحتاج ان احنا نداونلود الاوبن شيفت لوكال. فممكن تداونلوده وتنقله للماشين بتاعتك ايا كانت الطريقة، او تداونلوده على طول على الماشين زي ما انا هعمل. والحاجة التانية ان انت هتحتاج بعدين تعمل كوبي للبول سيكريت عشان هنستخدمها في الانستليشن بتاع ال CRC قدام. طيب خلينا ننتقل للماشين اللي هنشتغل عليها الانستليشن بتاعنا. انا عندي هنا ماشين 16 جيجا رام و4 سي بي يو available فيها، بس احنا ممكن نشتغل من اول minimum requirements من اول 10 جيجا رام. طيب خلينا اولا نتاكد ان احنا عاملين انستليشن للنتورك مانجر والليفرت، لان دول requirements للانستليشن بتاع السي ار سي. فتعالى نتاكد ان احنا عامل لهم installation. طيب احنا الباكجز اوريدي انستولد عندي، وانا عملت انستول للدبليو جيت عشان هنستخدمها ان احنا نداونلود الكود ريدي. طيب عشان نداونلود الكود ريدي هنيجي نقول له wget، وهنحط له ال URL اللي احنا عملنا له كوبي بتاع الداونلود الاوبن شيفت لوكال، وهنبتدي الداونلود. فهيبتدي الداونلود بتاعنا. طيب بعد ما عملنا داونلود احنا محتاجين نفك التار فايل اللي نزل لنا عشان نطلع منه الباينري فايلز اللي هنستخدمها في الانستليشن. فهنقول له تار. تعال نشوف الفايلات اللي عندنا. ده الدايركتوري بعد ما فكناه. هنا بقى عندي CRC باينري. طيب عشان نستخدم ال CRC بكل سهولة خلينا ننقل الفايل بتاع ال CRC اللي عندنا لل /bin. تعالى نتأكد ان ال CRC شغال، فهنقول له CRC-help. تمام، انا ال CRC كده شغالة معانا. تعالى نكلير الفيو ده. وتعالى اول خطوة هنعملها دلوقتي ان احنا هنعمل CRC setup. فالمفروض في الخطوة دي ان هو هيبتدي يعمل داونلود ل VM image. انا كنت عامل لها داونلود قبل كده، تقريبا بتاخد ساعة في الداونلود بتاعها. تاني حاجة هنقول له CRC start. طيب هنا طلب مننا البول سيكريت، فهنقول له copy البول سيكريت وتعالى نحطها له هنا. طيب الكوماندز بتاعت ال CRC setup هو بيروح يداونلود الايمج، وكمان بيروح يكرييت الريكوايرد نتوركس على الماشين بتاعتنا. طيب بكده ال CRC installation تمت. بيبقى installed عليه. عندك هيبقى two users، عندك developer user تقدر تستخدمه ده regular user، وعندك cube admin وهو ده الادمنستريتور اللي ممكن نادمن منه الكلاستر بتاعنا.
طيب احنا عشان نستخدم ال OC command، ال OC command ده هو اللي هنستخدمه عشان نتحكم في ال OpenShift عموما. فهنرن الكوماند ده عشان نحط ال OC في ال environments عندنا. طيب احنا كده نقدر نستخدم ال OC، بس احنا عايزين ال credential. ممكن نكتب ال credential manual من هنا، ان احنا نقول له OC login dash user ونحط له اليوزر نيم. خلينا نستخدم الكيوب ادمن، وبعدين نقول له داش بي ونحط له الباسورد اللي عندنا، وبعدين نحط له ال API بتاعنا. تمام، احنا دلوقتي كده عملنا لوجين. نقول له ممكن نقول له OC get pods. ما عندناش بودز اوريدي في الديفولت نيم سبيس. ممكن نشوف البودز اللي قايمة على الكلاستر كله. فممكن نقول له OC get، ممكن نقول له OC get cluster operators. نشوف الكلاستر اوبريتورز اللي بتقوم الكلاستر عندنا. فاحنا دلوقتي عندنا الكلاستر بتاعنا قايم، وكل الاوبريتورز اللي بتتحكم فيه هيلسي. بكده احنا نكون خلصنا الانستليشن للسي ار سي. المره الجايه ان شاء الله هنتعلم ازاي ندخل على الويب كونسول بتاع الاوبن شيفت ونافيجيت الويب كونسول، ونعرف اكتر عن الويب كونسول بتاع الاوبن شيفت. اتمنى اشوفكم على خير، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان نقدر نفيد اكبر عدد ممكن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.